نجاح أمين عضوة إدارية في منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة. طبعا 8 آذار تعني لنا معاني كثيرة. المرأة قاومت منذ الأزل من أجل أن تدافع عن حقوقها، أن تطالب بالمساواة في العمل، في المحاكم، من الناحية السياسية. بالأخص نحن في روجافا خلال هذه الثورة لاحظنا بأن العدو يستهدف النساء وخاصة النساء السياسيات. يريد العدو أن يكتم صوت المرأة لأنهم يرون المرأة قوية وذو إرادة قوية وتستطيع عندما تصمم على شيء تفعله. فنحن بالنسبة لنا في روجافا وكمان منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة نقوم ببعض الاستعدادات للاحتفال بيوم 8 من آذار. طبعا حيث قامت كونغرا ستار بإعداد برنامج بالتنسيق مع جميع الجهات، مثلا مجلس المرأة السورية، منظمة سارة، هيئة المرأة، بيت المرأة، الجهات المعنية بأمور المرأة. طبعا بالتنسيق بين هذه الجهات نقوم باحتفالية، وعندما نخرج يوم 8 من آذار بالزي الكردي نبين للعالم كلهم بأننا نطالب بالمساواة، نطالب بحقنا في جميع المجالات. فهذه السنة نكون مستعدين للاحتفال تحت شعار نضالنا حريتنا مقاومتنا نصر. طبعا وشاح اليبجة سيكون رمزا لنا، نبرهن للعالم بأنهم إذا استهدفوا امرأة سياسية أو امرأة من اليبجة مقاتلة، هناك الملايين من النساء يمثلون اليبجة، يمثلون هافرين خلف وغيرها من النساء. إذا صوت المرأة لا يستطيعون أن يكتموا صوت المرأة. كلنا هافرين، كلنا الأم عقيدة. طبعا بنضالهم وبمقاومتهم ستستمر هذه السنة احتفالاتنا تحت شعارات كثيرة نبين للعدو بأننا على أتم الاستعداد، والمرأة لا أحد يستطيع أن يكتم صوتها. طبعا ونحن كمنظمة سارة لمناهضة العنف أيضا نشارك مع جميع المؤسسات أيضا، ونحن قمنا بإعداد بروشورات جمل عن المرأة وعن مقاومتها، وأيضا باحتفاليات وزيارة جرحى المعارك، وأيضا سنزور مزار الشهداء، وهناك يعني عدة زيارات نقوم بها. أمهات الشهداء يعني نحمل ورود لنعبر عن حبنا لهم وعن تضحياتهم بأبنائهم فلذة كبدهم. نقول لهم بكلنا أبناؤكم بناتكم، سوف نستمر في المقاومة حتى نكسر العدو ولن نستسلم أبدا. ويوم 8 آذار يدل على هذا الشيء، ونبين للعدو أشياء كثيرة هم يفهمونها، بأن المرأة ستبقى صامدة وستدافع عن حقوقها حتى آخر رمق من دمائها.